يا ريت عرفت قبل بدها انه عندي هالموهبه، يا ريت يا ريت. ما هيدا اكثر شيء بحبه، يعني اكثر حدا بيي، بس دبيه هي بيي. ليش بده يربح لوتو؟ ليعمر كنيسه بالضيعه. مش لإله مش كمان، ليعمل يعني مش بزنس، لإله. لا. انا ما بعتبر حالي مرة حلوه، بعتبر حالي جذابه. وورد وايد اللي بيخرب الزواج هو الرجال 95% من الاسباب. انانيه بكل شيء، بدهم وحده خادمه وتعمل كل شيء ويمشي البيت وتضحك ان بلوس. الي من الناس اللي كتير صعبين واناني كمان. ايه ما صار في، يا ريته خيانه كان دواء. لو خيانه كان دواء. بمنيا في لبنان كانوا الشباب يحبوني لانه قلبه سكسي وطنوره. النسوان ما كانوا. كنت جريئه بطريقه مش انا جريئه، كنت عايزه مصاري. انا وقفت يعني وقفه مع 8 اذار للموت، دافع للموت بنصوصي، بس طلعت انه انا مغشوشه. يا الله شو سلبي، ما فيني خبرك، بس انه هن يدعموا حدا لبناني من تلقاء نفسهم. يتجوز معي بغصن اللي هي عندها وعندها 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 وعملت له شركة الانتاج. باتريسيا داغر، اهلا وسهلا فيك بفانزون. فيكن. ممثلة كوميدية، درامية، كاتبة، ام لولدين، ست بيت بكل معنى الكلمة، تطبخي وبتجلي وبتكنسي وبتمسحي وبتروحي بتوصلي ولادك على المدرسة وبتجيبيهم من المدرسة وبتركضينهم على الاكتيفيتي، صح؟ كيف عرفت كل هول؟ كل هول باتريسيا داغر. وبيا باجاما وبسير كل العالم وكله بتلفن لي ندخلك نصيحة كيف بدي اقطع هيدي، بلحق كل شيء وفاتحة هالسبيكر. خلي اصحابك يخبروك اللي خبروك. ليك حبيبي فيك تعملي هيك وهيك. ايه لا بلحق كل شيء. والفيديو المهضوم يلي نزل هلا مؤخرا يلي جوزك بدق لك عازم ناس على الغداء على العشاء. ايه وركضي يا باتريسيا. اعملي كل شيء. هيدي الحياة موجودة بكل ام لبنانية 90 بكل الامهات. هلا اوعى تفكر انه الاجانب غير عنا. لا اكيد. يعني في 95% من الامهات لي ماما بول اللي بتكون ديفوي لعائلتها بتكون هيك، ما بتلحق. يعني ما بتلحق، ما بيخلص النهار ليطلع نهار تاني مع شغل، على طول في شغل مش خالص. مرة حطيت فيديو انه هيدي كلمة لخلص شغل البيت ما بتنقال، الجملة ما بتركب لأنه مش موجودة. طيب كيف تلحقي بين بيتك وبين فنك؟ أيام بوصل هلا الفن هو مطرح اللي برتاح فيه. يعني أنا بس بدي ارتاح بكتب. بقعد بقول لا هلا بدي انسى كل شيء، بدي اقعد اكتب. بحب اكتب كتير لانه الكتابه بدها يا ريت عرفت قبل انه عندي هالموهبه. يا ريت يا ريت. اي متى اكتشفتيها ليه؟ وقت اضطرينا بقربة تنحل، وقت تركوا الكتاب. هلا بنرجع لهم يعني، بس انه كتبت انت كتير وقتها. ليك تركوا كاتبين وثلاث ممثلين كانوا يكتبوا، انا كنت اكتب سكتشاتي، بس لما فلوا كلهم اللي بيكتبوا بدي اعمل حلقه، مجبوره اعمل حلقه. ايه وانا نكده. يعني انا ليش كنت اكتب سكتشاتي؟ لانه ما كنت اقبل نصوصهم. كنت كتير ما بتلاقيهم لإلي. كنت كتير بكي عن صوصي، صرت كتير بكي عن صوص الكل. وما حدا كان قايل انه قربت تنحل بكفي. لما صار في هالانقسام والحمد لله كفيت. هلا رح نتطرق له لقربت تنحل، ورح نتطرق كيف كنت انت المنقذه بهيدا. بس انه هلا هيدي بقولها انا بيني وبين حالي وبين ربنا، بس خلينا بس نشوف هالفيديو. لا معترفين كلهم. خليني نشوف هالفيديو انا وياكي. زرعت البسمة على مدار أكثر من 25 سنة. بلشت مشوارها على المسرح، ومن وراء هضمتها وعفويتها انتقلت على الشاشة الصغيرة لأكثر من 16 سنة بقربة تنحل. صريحة، عفوية، قلبها حلو، صديقة، صديق، كل همها كان المادة يلي بدها تفوتها على بيوتنا. كل همها كانت توصل الضحكة على قلوبنا. قدرت تعملهم، بس اللي ما كانت متوقعته
إنه فاتت باتريسيا داغر بقلوبنا. حلو. هيدي الحقيقة. ايه في كثير فت بحبوني. يعني بتعرف الواحد ببلش الفن تبعه ما بيعرف انه هو عم بيقدم شيء، عم بيقدم كونتنت معين، عم بيقدم هالكاركتر، بس ما بيعرف انه هل معقول انا اقدر فوت على قلب العالم. انت فتت. رح اقول لك شو السر؟ ليه. صادقة يعني أنا لما لاقي ناس، أنا رفضت نصوص وقعدت فكر إنه أنا اشتغلت هالقد قليل لأنه أنا ما إجاني ورفضت، لأنه اللي ما بحسه ما بقدر أعمله. هيك انت بالحياة. وثلاث ارباع مشاكلي مع العالم اللي بشتغل معه هيك، اللي ما بحسه ما بعمله، اللي بلاقي انه هيدا تطفل على العالم او استغلال وقتهم او تضييع لوقتهم، مش المحطة. انا بخاف على العالم اللي ورا التلفزيون انه كون عم بعطيهم شيء يقولوا ما بحب. بس بخسرك هالشيء. بخسرني مع الناس اللي عم تشتغل كرمال المصاري. انا ما بشتغل كرمال المصاري، انا بشتغل كرمال الجمهور، بحب جمهوري. يعني انه انا ليه بدي اعطيهم وقت ضايع؟ ليه بدي اعطيهم فشل؟ عندي هالنص ساعه، يا بدي اعطيهم شيء كتير حلو يقولوا يا ريت بعد في نص ساعه تانيين، يا بلا ما اعطيهم. خليني شوي سافر انا وياك قبل ما نفوت فنيا هيك، اذا بنغمض عيوننا وبنرجع بنتذكر شوي باتريسيا الطفله يلي هي اصلا من الدبيه، صح؟ تتذكريها؟ الدبيه ايه. عشت فيها؟ ايه وقت علقت الحرب مثل هلا وسكرت الطرقات، اجتياح الاسرائيلي عجاز، ايه علقت بالدبيه كنت صغيره. شو بتذكرك الدبيه؟ شو اول شيء بيجي هيك على راسك من طفولتك؟ لا ما هيدا اكثر شيء بحبه، يعني اكثر حدا بيي. بس دبيه هي بيي، لانه كلنا نزلنا على بيروت وكلنا عشنا ببيروت وكلنا كنا مبسوطين، وهو سخن واصر يضل بالدبيه. وانا قال له يا بابا شو بيقولوا عني العالم انه بيا ساخن وكبته بتضيع على حاله، بليز انزل. كان ينزل. هو توفى ب 8 ديسمبر 2018. ايه بس كنت بالقوه جبته على بيروت يعني، وما بس هو من اطيب الناس، اطيب ناس. وطلع له عن جد ذكرى سوفينير بعقل. انا ما في شيء ببكيني الا بيي. ما في شيء. كثير بحبه للبابا، كثير كان قديس. دموعك غاليين باتريسيا، وما بدنا ننزل لك الميك اب. يا عم الميك اب كثير حلو، ميرسي تلاك. كثير حلو. شو اخر شيء قال لك يا الوالد قبل رحيله؟ بابا سب السيجاره، قال لي كله من ورا هاي، كله من ورا هاي. بس بابا على طول بيقول كتر خير الله. بيضل يقول شو ما بنعمل كتر خير الله، شو ما بصير كتر خير الله. كان حلمه يربح اللوتو. قد بيي ما حدا ساحب لوتو. طول عمره ويسحب لوتو. ايه بحب. لا ليش بده يربح لوتو؟ لا يا عمي كنيسه بالضيعه. مش لإله كمان يعني مش لإله. لا. يلا ايه كتير انا هيدي الطيبه اللي عندي اياها والصدق اللي عندي اياه هو اللي من بابا. اخذي هالشخصيه والكاركتير كتير بيشبهه كتير شكليا. كمان بالشكل. عندي من ميلة بيت عموتي، عندي من اثنين بالشكل. امك تشبهيها بشيء؟ اثنيناتهم حلوين. ايه امي بشبهها. هلا مبينين اثنيناتهم حلوين تجيبوا باتريسيا داغر يعني. لا هن ميرسي حبيبي. انا ما بعتبر حالي مرة حلوه، بعتبر حالي جذابه. روحي حلوه بتبين على وجهي. بس اذا بتجي انت بتقسم وجهي ما فيه هالتكوين الواو، المرسوم الشفه لون دو سنتي كل شكل عندي، بس جذبيتي وهضامتي ببينوني حلوه. هلا بقى ما بتفكري مثلا هول اللي بيزعجوك بحالك انك تزبطيهم؟ لا انا ليك بتعرف انه انا كان عندي كل عين تفتح شكل انا وصغيره. هلا بس بشتغل على حالي بهيدا العمر، صار لي 5 سنين بعمل فيشل يوغا، صاروا عيوني سيمتريك. انت بتعرف انه الشكل انت اللي بتشتغل عليه. كيف بتربي عضلاتك؟ عضلات وجهك نفس الشيء. انا ما بعمل ابر، عملت ابري كان عمري 18 سنه، مش انا عملتها بالقوه جابتني انت لازم تعملي. الا لا بتدقي بالقوه، كنت ولد استحي. اي طب ليه؟ شو ليه ضد؟ ما بحب.
ما بحب لانه يا عمي انا بحس المي بوجوههم. انا بس شوف صور الفنانين اللي مسافقين اوبر وبوتوكس وفيلر، بشوف المي بالبو، بشوفها من خلال الصوره، بحس وجههم عم يسبح، ما بحس طبيعي. عرفت؟ انا لقيت انه بلش وجهي يقشط. انا من عمر 35 بلش وجهي يقشط. انا انسانه ما بنام، بتعب كتير، بسهر كتير، بضلني ركض وبكتب يعني انسانه بتعب. قلت شو بدي اعمل وانا ابره وحده بحياتي ما زبطت. عرفت انه عملت شويه بوتوكس، ما حبيت حالي. هيدول اللي بيعملوا يرفعوا هيك العين. ما حبيت حالي، قلت كتير سورسيير مثل الهول اللي عرفت خلص راح كاركتير ايه بقى صرت بدي الاقي حلول. لقيت انه الفيشل يوغا انه تشتغل على عضل وجهك كتير هو منيح. احسن. وهلا لقيت لي 5 سنين صار لي بعمل كتير 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 فرق وجهي، وبعدني انا بعدني انا بس جلست كل الديفويات اللي كان عندي يوم ب30. يعني بعمر 30 كان عندي ديفويات بلوه، هلا احلى من انا وعمري 30. خلينا نرجع شوي لطفولتك بعد 30 لا اصغر من كم سنه هي مش كثير. عشتي مع اهلك بس الوالد كان بعيد عنكم. بظروف شغله كان بالحداد وكان مسكرين الطرقات. يعني من وراء الوضع كان في بعد. هالشي اثر عليك باتي؟ لا، كانت عاطفته يعني يجي مثلا ويكند او بعد شهر او وقت تفتح الطرقات، عاطفته بتعبي البيت. بي كتير انسان عاطف. البنت ما بهمها الا بي حنون. لما يكون البي حنون بيغنيها عن كل شيء، عن كل شيء. يعني بتكبر عندها ثقة انه هيدا الحضن رح يحضنها اني تايم، شو ما صار معها رح يخبيها. شو عندك اخوة؟ خي اكبر مني وخي اصغر مني، 2. خي اكبر منك بايام الاحتلال السوري انخطف بالشمال. كيف عرفت؟ وقوي تتذكري هيدي اللحظات؟ كيف تلقيت الخبر؟ كنت عمري يمكن شي 12 سنة. بكيت، ما بعرف إذا 12 أو 13. كان خلقين خيي جديد الصغير، هو خلق كان عمري 12 سنة. يعني كنت أنا ربيه لكريستيان. ليه؟ لأنه ليه كان الوطء كبير؟ لأنه ابن خالتي أنا مختفي، ما بنعرف بعد إذا مات ولا لا، لهلا ما بنعرف. عايم كمان الحرب والاحتلال السوري والخبيصة، ما حدا بيعرف وين هو. قلنا انه خيي رح يصير في نفس الشيء. كان صار له ابن خالتي ابو شي سنه يعني ماكسيمم، بعد الخبريه طازه وخالتي عم بتبرم عليه الله يرحمها هلا. وكل العائله مطيشره انه شاب مثل القمر يختفي. قام اجى الثاني اختفى. بس خيك رجع. خيي رجع. بتعرف قد ما امي وبيي بيصلوا؟ قالت لها العذراء لامي، شفتها كيف فلتوه على اي اساس يعني؟ امي تروح تركع على اجرين كل المسؤولين. ما عامل شيء خيي. خيي قاطع على حاجز سوري طالع على الارز، ونحن قلت لك بالاحتلال الاسرائيلي كنا بالدبيه، عاطينه العسكر الاسرائيلي شيكل اسرائيلي حاطه بقلب البورتفوي تبعه، وين هيدا سوفينير، وقاطع على الحاجز السوري. وقفوا نبشوا انت عميل ولقطوه واخذوه. حضرت المحافظه 15؟ لا ما حضرته. خبروك عنه؟ بتمثل صورتكم، صورة خيك الوضع؟ ما مني حضرته لأعرف، بس انه خطف بشارة كان قصيرة، يعني ابو شي شهر ونص شهرين، انه ما كانت قصة طويلة. بس انه زيت هيك بس بعتقد المحافظة 15 كان طويل القصة تبعيته. يعني الخطف كان صار له شي 17 سنة تقريبا. هيدا غير شيء. هيدا مثل اذا بيرجع ابن خالتي هلا بحس نفسي. هيدا الشيء خلاك تتعلقي بخيك اكثر الصغير وتربيه؟ خوفك عليه؟ لا، العذاب اللي تعذبته انا بحياتي لاوصل خلاني خاف على خيي الصغير. يعني أنا حاربت كتير بحياتي. كل همي كان أول شيء اشتري بيت لأهلي لأنه كانوا عايشين بالأجار وحالتهم على قدهم. كل همي كان أمن لهم سقف، أمن لإلنا كعائلة سقف. تخيل بنت من أول ما توعى بدي بيت وعيت بدي بيت. توظفت 3 أشهر بعد ما صاروا، مش هن بيعطوك لون
وقت يصيروا 3 اشهر بيعطوك تفوت بالضمان. تلفنت للمدير العام بدي لون قبل ما اتثبت. انت بتقول لهم انه انا رح ثبتها، واخذت لون اول شهر توظفت فيه واشتريت بيت. هيدا كلام تخيل انه ليك من انت وصغير يعني شو هالهم ابدا الحمل اللي حملتيه يعني على ظهرك. انه اهلي اجوا من الضيعه وعقدهم وحطونا بمدارس كتير مرتبه. امي مثلي بدها على طول ذا بيست، يعني انا على طول بنبش على احلى شيء لاولادي، كل ام هيك. وهن عقدهم يعني انجا قادرين يدفعوا القسط، ما قدروا يشتروا بيت، سو كان عندهم بيوت بضيعهم اثنيناتهم، بس ببيروت ما عندهم. يعني ايه كان هيدا هدفي، يعني انه امن اهلي. وبعدين ما عيش خيي اللي انا عشته، ما يطلع خيي على الجامعه مشي. انا كنت روح على جله ديب. مشان هيك كنت على جله ديب، من منو على جله ديب مشي. من منو على جله ديب؟ ايام اضطر ما لاقي حدا يوصلني روح مشي. ما كان بدي خيي يتبهدل مثلي، كان همي انه غنجه لخيي وغنجته كتير، ما كان لازم. كبرت باتريسيا المهضومه الشغوفه اللي بتحب للحياه، وتجوزت من المخرج والمنتج إليف غالي. شو صار معكم بحمام الضيوف ليلة العرس؟ حمام الضيوف تبعي ليك شو هالبهلة أنا؟ لا أنت حدا أنتيم مخبرك. أنا بس عم بسأل بس صار شيء داخلي. هيدا شيء أنتيم. رح أقول لك شو صار. حمام الضيوف بكل بيت في حمام الضيوف وحمام الأوض، أوكي؟ خرب نهار عرسي، بدهم يجوا أهل العريس على البيت، وانا كل الليل ما نمت. عاده بتنام العروس بكير لتوعى حلوه، بدي مشي حمام ضيوف 100 سنجره تلفنت الساعه 2 3 4 الصبح، بدي حدا يمشي لي حمام ضيوف. هلا بس رحت على شو بسموه لي بس من بعد العرس بيروحوا شهر العسل بايطاليا. اجت ببالي انه كنت قفلتي يا بنت. بيجي حدا بيعمل هيك بفكر انه مشغول، بيروح على غير حمام. انه ليش حوصت العالم وما تركتي حدا، ما تلفنتي له ولا شفت النوم ولا نمتي. قفلتي عادي، بيجي ناس بفكروه مقفل من جوا، مش هالبيج ديل يعني، بس ايام خلص صح خلص بدك الشغله على كعبك. ليكي كانت برايك هلا هذا حكي هيك يعني تعتبر انه هيك شيء دغري بعد العرس هو اتس باد ساين او اتس جود ساين؟ شو هو اللي صار بعد العرس؟ هيدا قبل العرس. انه الحمام ايه قبل العرس. قبل العرس هيدي صارت. طب هي زي طب قبل او بعد يعني؟ لا يمكن كان عم بيقول لي انه ايه ما تتجوز يعني، ما خلي بابك مسكر مثلا ما تفتحيه. باتريسيا شو بنجح الزواج بين المرأة والرجال؟ الرجال. ايه والمرأة شو يعني؟ لا انا بالنسبه لإلي هو 95 مش بالنسبه لإلي، انا عامله ريسيرش وفايته تفاصيل وبسيكولوجي واللي بدك. وورد وايد اللي بيخرب الزواج هو الرجال 95% من الاسباب، والبسيكولوج الرجال بيخبروا هيدا الشيء. ليش يعني ليش شو المقصد؟ عندهم يعني المرأة بطبعها بتحب العائلة، بتحب تحافظ على العائلة، بتحب تسكت، بتحب تطبطب، بتحب تزبط. بطبعها المرأة ما بتحب تخرب، بتحب العلاقة الستابل المريحة الصحية لإلها ولأولادها. طالما الرجل ما عم بيعمل قصص غلط، المرأة لو ما معهم مصاري بتسكت بتتحمل. عرفت انه اذا هو محوطه بكل شيء، حنان، عاطفه، كل شيء بوزيتيف وهيك. بس المشكله انه الرجال ان جنرال 95% منهم انانيه. هلا في درجات انانيه معينه، في درجات محموله المراه بتسكت عليها وبتكفي. قصدك انانيه يعني ببرموا على مره ثانيه يعني؟ لا انانيه بكل شيء. امبارح كنت عم بحضر فيديو بيقول المرأة بدها 11 هج ايدي عبطة لتكون ساتيسفايد. تخيل انه بس اذا بيجي بيعبطها بيقول لها يعطيك العافية انا شايفك، بكفيها. عرفت؟ المرأة بتتعب كتير، بتاخد كل الهم. هو الرجال بيصير ولد عندها بيجي من عند امه لينخدم عندها، سو اقله انه يقدر تعبها. هلا في رجال بتساعد، بس اللي قلت لك هي 95% وعندي راسي 95% من العلاقات الزواج الفاشله هي سببها الرجل. اناني بكل شيء،
بكل شيء. إذا ما كان أناني بظهراته لحاله، أو أناني إنه يظهر عليها، أو أناني إنه يكون عنده activities أهم من أولاده ومنها، أو أناني إنه ما بيحط إيده معها بشي. في منهم بيشوفوا نسوانهم منتعين كيس ما بيحمل عنا كيس. في منهم بيقدروا يروحوا يلبوا أولادهم activities مدارس أوتوكار ما بهزوا، بضلهم بالتخت إنه هو راح على شغله. ما هي عندها 100 شغلة. Is it enough إنه تروح على شغلك وتجيب مصاري؟ كمان أنانية بعاطفتهم، ما بيعطوا عاطفة. أنانية بكل شيء، بدهم وحدة خادمة وتعمل كل شيء ويمشي البيت وتضحك ان بلوس، وبدهم اياها تكون سكسي ومرتبه وشالخه كل شيء بده، وهو ما بيعطي شيء. هلا مش يعني كلهم، في بس النسبه الكتير قليله هو اللي بيعطي المرأة حق. في من بعد هالاشياء بيطبق على علاقتكم؟ اكيد الي من الناس اللي كتير صعبين واناني كمان. ايه كل الرجال عم بقول لك 95% يعني انه مش انه انخنتي. ما بعتقد، ما بيهمني هيدا الموضوع الوحيد اللي ما بيهمني. تخيل انه هيدا اقل بس هيدا بأثر. اقل ضرر. لا ما اذا في خيانه هيدا شيء بأثر على المرأة بشع. اللي انا والعكس يعني. اللي ما صار فيه يا ريته خيانه كان دواء. لو خيانه كان دواء. اللي مأثر فيه اكبر بكتير. يعني هول كل اللي حكيناهم هول بيوصلوا لمرحله الطلاق. اكيد هو الانسب. انتبه، لان اجمالا بيقولوا انه بنعلق مع بعض بالبيت قدام الاولاد، هيدا الشيء تنتفادى هي الموضوع الصريخ والجعير منطلق. بس هل كمان هول قله الاهتمام، قله اللي سميتيهم كلهم، هل بيوصلوا لطلاق كمان؟ بيكون اريح للاثنين واريح للاولاد؟ هلا اذا هي ما عندها مشكل اولاد وساكته اكيد منها سعيده. هيدا منه صحي للاولاد. الام السعيده لو الرجال بيفهم مرته لتكون سعيده تبعت هالسعاده للاولاد بدها تكون هي سعيده. لما يجي يقول لابنها ماما تحل عني هلا مش فاضيت لك، غير ما ماما ايه يا عيوني ايه يا قلبي. عرفت لما تكون هي انوثتها و إبانوية يعني مبسوطة بحياتها، بتعطي هيدا الحنان للولاد والحياة للولاد. بتفضل الحب أو الكرامة؟ أنا يعني قبل كنت بفضل الحب، هلا لا الكرامة. حب القلب أو حب العقل؟ أنا بنت بيي حب القلب، بس هلا حب العقل. هيدا الفوتك بالحيط. ايه حب القلب. ايه العاطفة اللي عندي اياها اللي اعطي من دون مقابل. ايه حتى مع اولادي مفوتتني بالحيط. باتريسيا عندها هيدا الصندوق في بقلبه كارت، تفتحيه بليز وبتشوف الكارت اللي بقلبه. انتبه ما يفز شيء بوجهك. لبنان شو بيعني لك لبنان؟ كتير. انا بالنسبة لإلي الام اللبنانية أول شيء لازم من بعد ما تحبب أولادها بالرب اللي هي بتآمن فيه وبالمبادئ، الوطن، الأرض. بالنسبة لإلي أنا أولادي مجبورين يحبوا لبنان ويتعلقوا بأرض لبنان وما يبيعوا أرضهم ويهتموا فيها، وزراعة وصناعة وتجارة، ويكونوا هن اللي يستلموا هالزبالة اللي تركوا لنا اياهم السياسيين اللي انتخبوهم اهلنا وورثونا اياهم. يكونوا اولادي، انا هيك بربي اولادي، هول كلهم بدكم انتم تقبعون وتاسسوا عن جديد. ولازم كل ام لبنانيه تربي اولادها على حب لبنان لحتى ما بقى ينسرق. لبنان بلد كتير عنده طاقات كتير، بس المشكله انه اللي حكموه سرقوه من كل النواحي. يعني حتى الشيء الحرب والسياسي هيدي سرقة كمان. سرقوا الفرح اللي فيه، غير انه سرقوا ارضه وترابه وسماه بس باتريسيا كمان ما نحن بعدنا عم ننتخبهم، شو ليه اهلنا بس يعني
ما نحن اهلنا ما نحن بعدنا عم ننتخب هن ذاتهم. نحن اهلنا مورث. انا لا، انا بورث اولادي غير شيء، انا ما عم بنتخبهم. انا صار لي زمان ما بنتخبهم ابدا، انا بشوف فاتحه الرايه. ما انتخبتيهم، شو الشيء الزياده اللي عملتيه؟ يعني انه طلعوا في بديل؟ عم بيكون في بديل، شوي شوي بيجي البديل. وين بشو شفنا بديل؟ بضل في شوي شوي. يلي فاتوا هلا هول كلهم رح يموتوا سنه وحده، انا بحس سنه وحده رح يروحوا مثل البازل كلهم، بس ما بعرف ربنا. دومينو ايه ربنا ايه البازل. ربنا عم بيحضر لهم مطرح ما يتعاطوا مع ناس جهنم، يعني لانه بعتقد انه بينزعوا له جهنم، عم بيحضر لهم مطرح خصوصي لإلهم لحتى ما ينزعوا جهنم. مش هن جهنم بحد ذاتهم اصلا؟ لا، هو لانه جهنم بينزعوها هن، هو مرستقه لجهنم. انا بقول عتلين هم اذا فاتوا هول على جهنم يخربوها، عم يخترع شيء تحت جهنم لإلهم خاص. هاي البريفي بريفي ملايك، ما حتى جهنم عم نغنجهم فيه. ايه عم نعطيهم سكشن لوحدهم مع يعني. ايه سكشن يحرقوا بعض، يقتلوا بعض، يدعسوا بعض، يولعوا كل شيء، بس ما يتعاطوا مع شعب، مع عالم لو مجرمين. ما في مجرمين اكثر منهم عن جد. قديشهم مجرمين ليعملوا بلبنان اللي عملوه. صح، دعانوا. ايه فنيا بلشت باتريسيا داغر مع مارك قداح وماريو باسيل، اذا بدنا فاتوا ببعضهم. ماريو باسيل كنت ب كوميدي نايت بعدين. بس اول ما بلشنا بلا كان في تي في اور نوت تي في مع مارك قداح، وبعدين انفصلوا مارك وماريو. رحت انا مع ماريو بشي مسرحيتين، نسيت شو كانوا اساميهم. اي تجربه بتنتمي؟ ولا وحده لا. I had the opportunity، يعني عطيوني chances. LBC بس كنت مجبورة بتنفيذ الأوامر. أكيد ما حدا منهم. أكيد ليك قل لك محبة العالم. أنا مش من منيعة في لبنان اجت محبة منيعة العالم. في لبنان صح. ايه محبة العالم اجت بوقت فاميليا وقربت تنحل. بمنيعة في لبنان كانوا الشباب يحبوني لانه قلبه سكسي وطنوره. النسوان ما كانوا. كنت جريئه بطريقه مش انا جريئه، كنت عايزه مصاري. يعني كانوا جابرينك بهذا الشيء، انه ايه انه هيدا كان ما كان عندك القرار انك تقولي لا. كان بدي فل، اذا ما بتجوا بتلبسوا مايو ما تجوا، هيك كان يجي كرمال المادة انجبرت. ايه انا اجاني مره اوردر انه ما بدي البس مايو، ما تلبسي مايو ما تجي بكره. ورحت ولبست مايو شارت، بس مايو. هل بعد في لهالدرجة إزدال بالفن عنا؟ ايه في بضل في بعدنا لهلا. إذا الوحدة قاتلة حالها لتوصل أو بحاجة لمصاري ايه. بس يمكن صاروا بمثلوها بطريقة إنه صارت كول أكتر الريليشن شيبس. عيامنا نحن إنه لا، كان بعد في إنه أنا إنه كتير انتقدوني العائلة، وإنه كان في جدك أكل لطشة. يا الله هو بهالجبل أكل لطشة فوق يا حرق. انت هاي وين بتعرفها؟ ايه بس جدي كان كتير قوي. جوابهم قال لهم اللي عنده شيء حلو يبينه. بس حرام. بس بتزعلي؟ انجرح جدي انه ضيعه يعني انه عين مجدلين براس جزين وكلهم محافظين. كلهم هول 100% محافظين. طيب انا مثلهم، ما انا محافظه وانا بصلي وانا بنت كنيسه. انه بس اكلها لطش جدي، بس كان كتير قوي. بجنن جدي الله يرحمه، كان كتير طيب كتير. انتقلتي على قرب التنحل. هون تصلق، صار في ميزان بين الشكل والمضمون. إلي مين نقاكي على قرب التنحل؟ اكس طلع إلي. نصحته فينا يعني مش وندمت؟ لا بالعكس، ما هي كانت تاكين. سوري. قال لها إلي انه عم فكر بين فلانه وفلانه. قالت له باتريسيا. على اي اساس؟ لانه شفتك على المسرح شو عم تعطي؟ اهضم. قالت له بعتقد. قالت له باتريسيا كيف كانت تجربتك بقرب التنحل؟ بتجنن، بحبها كثير. هلا هي مده طويله 16 سنه. هلا اول ما بلشت انا كثير فرانكوفون، يعني انا ساكنه بمونو،
جو تي بحكي، مع انه عائلتي لا وانا متواضعه يعني، بس انه شكلي بيوحي انه كتير سوفيستيكي. ايه وقربة تنحال كان كتير داون تو ايرث، يعني انه عادي، تعا شربل، تعا فلان، عمول حط، ونصوص ما بتشبهني، انا منيعه في لبنان نصوصه كانت بتشبه بيئتي اكثر. ايه كنت اقعد معهم مثلا اتغدى وعم بحس حالي انه مش انا. سي با مون ستيل. قربت تنحل عملت لك نقله او مس اورانج عملت لك نقله؟ لا، مس اورانج اكيد. مس اورانج كانت فكرتي اثرت عليك فنيا واجتماعيا كثير. لا، حبوني العالم كثير. انا كنت بس كطابع لوني. ايه، بس ما كانوا حتى هوليك ما كانوا يكرهوني، ما كانت توصل لدرجه اللي هلا عم نشوفه على السوشيال ميديا. يعني مس اورانج كانت لطشتها خفيفه نظيفه، عرفت؟ هلا شو عم انا نشوف؟ انا ندمانه عليها. ليه؟ ندمانه عليها لانه انا كنت مصدقتهم، غشوني لإلي. يعني انا كنت كل كلمه اقولها واكتبها كانت من قلب قلبي، انه نحن، وحتى انا وقفت يعني وقفه مع 8 اذار للموت، دافع للموت بنصوصي، بس طلعت انه انا مغشوشه. ندمانه؟ ايه، ندمانه. مره في مع انه هي نجاحك كان. اللي ببيعني سيجاريلو كان علقه الحرب، قال لي مبسوطه؟ هو جان اصغر مني، قال لي ما انت واللي عشكالتك اللي وصلتونا لهون. ومعه حق، انا وفيلي من عنده، هو اصغر مني، انه قعدتوا تفوتوا لنا هالقصص براسنا. معه حق، معه حق. ده احنا كان لازم نجرب نوصل الوفاء، مش انا كون بارت. ليه انا بدي اكون عونيه وبدي اكون حزباويه ضد القوات وما لاقي فرصه لجعجع الا ما نكوز فيها؟ ليه ما كنت انا اللي بقرب وجهات النظر؟ لو كان فيني استعمل الكوميدي بطريقه قرب، بطريقه اضرب من هون ومن هون. لا، معقول نشوفك عم تعيديها بهالطريقه اللي عم تحكي عنها؟ معقول نرجع اذا نشوفك؟ اذا بدي اشتغل هيدا النوع من الكوميدي، اكيد ما حيكون مسلط على حدا، عم بشبق الكل. بدي يكون ايه، او عم بشبق اكيد بدي شبق الكل، وبيتس اند بايتس وين ما بتشوف الخطا. بس لا، انا كنت نبش على خطا جعجع، نبش على خطا السنيوره، ما كنت شوف اخطاء هوليك، معمي على قلبي، مصدقتهم للاخر. مثل قال هشام حداد، بائع الاوهام، خلينا نصدقه. بس هو طلع اكذب منهم كلهم، هالقد ممثل بارع. ما بدنا نفوت سياسه، نحن إيه؟ هون عم نتسلى فن، بس انه هيك مرقنا على هيدي الكاركتر لانه هي عملت لك نقله نوعيه بالموضوع. ايه، بوقتها كان فيها مثل ما حكينا ببدايه الحلقه، هيك مرقنا شوي انه صرتي لمطرح انت عم تكتبي السكتشات بقربة تنحل. هون اكتشفتي موهبتك بالكتابه؟ ايه، اكتشفت لانه عليوا الريتنجز كتير. خبرينا كيف يعني فل هالكاتب وقفت باتريسا هيك اوكي، يعني يا منفل كلنا يا بدي حك راسي، هيك اجت على راسي؟ تلفنت للكاتب اللي انا منهم بحبه، وكان في هن 2 كتاب، في واحد كان مثل خيي يعني، وكانوا الممثلين اللي بيكتبوا اصلا. هلا مع الممثلين صار في حقد، انه نحن بلشنا سوا، انه هيك بتفلوا من دون ما. وين فلوا على مطرح كان انه الي طالبين منه كونترا، والي رفض الكونترا، قاموا هن وخبرهم، زوربوا من ورا ظهره واخذوا الكونترا. هيدا شيء ما حلو يصير، يعني انه حلو الصدق والصراحه. ليك الي نحن اجينا هيدا القاف، طب تعال ناخده سوا، او اذا ما بدك تاخده معنا نحن رح ناخده، مش عاملين برنامج وكأنه عن مين عم نحكي؟ شرب الاسكندر وميلاد رزق. اوكي، كانوا بوقتها وكنا اخوه، يعني ناكل من كل يوم من نفس الصحن. هلا بتجمعك على فيهم او من وقتها؟ لا ابدا. اوكي. وكان في هن يكتبوا، نبيل عبد الساتر يكتب وحسين عبد الساتر خيو كانوا يكتبوا. هلا انا ونبيل اصحاب، وكنت حبلي بابني بالثامن، تلفنت له قلت له نبيل ليه عملتوا هيك؟ انه ليه ما نحكي، يمكن بنوصل لحل، انه ما فيكم هيك. بلش يقول لي وكذا. هلا اكيد عندهم وجهات نظرهم، انا بوقتها يمكن ما كنت شايفتها، هلا بشوف انه يمكن معهم حق بنقط معينه. بس انا ايفن دو انا لو شو ما بصير
مشكلتي بالحياة صدقي، وصدقي ما بخليني أعمل اللي هن عملوه. يعني أنا كإنسانة صادقة بجي بقول لك يا إلي أنا هيك صار معي، ما بعمل شيء من ورا ظهره، أنا رح فل، بس عم بقول لك إذا عندك حل لما فل ونضل سوا في هيك فيك تعمل. طب هو شو السبب، من وراء الانتاج والاخراج او من وراء الاذاعه اللي كنتوا فيها؟ ما بعرف، كل واحد بلاقي سبب شيء، واحد معصب من إلي، واحد موتر من المعاشات، واحد سكتشاته مش عاجبينه، واحد اطلالاته مش، يعني هي هبل انه كترت. بتعرف انت بس ينجح عمل بصير الوتوته، اذا اجى واحد وتوت الثاني بيقول له ايه ما انا كمان، الثالث بيقول له طب ليك ما انا كمان، طب ليه ما بنجرب، طب ليه ما نحن بناخذ ما نحن عم نعمل كل شيء. حدا قال بتصريح نحن عم نعمل كل شيء، اللي في غالي ما بيعمل يعني شيء. نحن كل شيء، ايه لما يعني بنعمل شيء حكينا لوحدنا بين حالهم انه نحن عم نعمل كل شيء، روحوا اعملوا كل شيء. طيب بعد هالعمر 16 سنه عم نحكي منا هينه انه بعد تي في ايه وبطف اختفى قربة الحل. ما تقولي لي ماديا اختفى، بلا كنا عم نقبض شيء بلاعي ديورينج خلال الوضع يلي مرقنا فيه. ايه اوكي، قد ايه بدك تضل؟ قد ايه بدك تضل انجا تقبض بنزيناتك وقربت تنحل متى؟ مش حدا من الاذاعه حرتق فيكم؟ هلا كلهم بحرتوا، كان عندي برنامج نازل برمضان اسمه مفروم فيكي انا وطلال الجردي. مزبوط. بيجي مذيع بالجديد عنده حلقه مستقبل فيها طلال الجردي، بحط له مفروم فيكي بشوا 3 بتندم عليهم. يعني نازل المسلسل ليك قديش هم مأذيين، عم بينزل على رمضان وانت حلقتك على رمضان بتحط له، بيسألوا عن كل شيء في اعمال وشو قالت وشو طلع وشو نزل وفلان حكي وكل اعماله لطلال الجردي وعمله اللي عم ينعرض برمضان بحط له اياه بايام اللي بتندم عليه. يعني ليك قد ايه عم بيصغروا للعمل. اعتبره فاشل، ما عم ينزل على المحطة اللي انت عم تشتغل فيها. هالقد مأذيين. هل هو فاشل كان؟ ابدا اكيد ابدا، بس انا عم بسالك. ابدا من احلى المسلسلات الكوميديه اللي شوف الاجانب، شوفوا اللي استراليا كندا فرنسا من احلى المسلسلات. من دعم؟ ما هي الجديد هالقد بلا دعمته بس هالقد، والزملاء كانوا عم يدعموه يا سلبي. الله يا الله شو سلبي، ما فيني خبرك. اصلا ما في صحافه دقلي كأنه بيكرهوا. ما حدا دقلي. انا اذا بطلع بقول انا طلقت كل العالم بتلفن. انا نزل لي برنامج انا كاتبته، ما حدا بتلفن بيسالني، العالم بتحكيني، العالم هي اللي هلا اذا بتحضر بتقرد ضحك. كتبته من قلب قلبي. على هيدي السيرة كان عندك تجربة إعلامية تقديم يا مجوزين. هو فورما من برا جبتوها على النيو تي في كمان كان. ولدرجة انه اصحاب الفورما دقولك وهنوكي وقالوا لك هيدا من انجح الفورمايات يلي حبوني، من انجح الناس اللي قدموها قالوا لي. ونحن هون ما حدا بدق لك بقول لك مبروك على الشيء ابدا. قلتها مره عن طارق تميم. طارق عمل دور اخذ كتير ضجه بالصحافه ليتلي برمضان. طارق صار له بالنار او هلا نار بالنار صار له سنين. طارق تميم ولا صحافه لبناني حطوا مطرح ما لازم يحطوا. النار بالنار نزل، بلشوا السوريه، بلشوا السعوديه، بلشوا يكتبوا برا، بس صاروا يكتبوا برا كتبوا هون. بس انه هن يدعموا حدا لبناني من تلقاء نفسهم. قديش نحن هيك مأذيين بحق بعضنا، مأذيين ما بنتمنى النجاح. انا كل ما اشوف بزنس جديد فاتح لبناني I share, I repost, I like, I comment، بدعم. انا البزنس تبعي ولك اخواتي ما بيشيروا لي اياه، اخواتي ما بيشيروا لي اياه. يعني انه انا مش عايزتهم، انا بتكي بحط اد بجيب بلوي فيورز، مش عايزتهم، بس الاحساس وين؟ مأذيين، ما حدا بتلفن بيقول لك مبروك. الدعم، الوجود
ولك زواج ما حدا بتلفن بيقول مبروك اذا ما كان معزوم. انا حتى لو ما عزموني اذا شخص بحبه بتلفن له بقول لهم بسطت لك قد الدنيا. ما في بيتعجبوا فيني انه بعمل هيك. انا هيك بعدك هيك او تغيرت من وراء طريقه التعامل معي؟ ما إلي قلب. بصير بقول لطيفه ما حدا عم يعمل لي ريبوست ما بدي اعمل ريبوست، برجع بعمل ريبوست. ما فيني شغل لبناني بدي ادعمه، انسان فنان ناجح بدي ادعمه، ممثله قويه بدي ادعمها. يعني ما فيني ما اقول. هيداك النهار عم شفت انترفيو قايلتها بالزمانات وقتها نجحت غنية شو اسمها تبع الفيفا؟ مريم فارس. ايه شو اسمها الغنية تبع مريم؟ سلام عليكم. اول ما نزلت طلع للعالم يلا عن هالغنية وصوتك البشع ومدري ايش ومدري شو ومنظرك. ضربت الغنية، ضربت وورد وايد. يا خيي ادعموها شيروها حطوها بنت لبنانية. بدي يحكوا بوزيتيف عنها. البنت بتعقد. طلعت مس لبنان. شوف مسات الأجانب كلهم this is USA this is Colombia this is ما فيش إلا نحن. يلا عن منظرك. هيديك كانت أحسن من على السوشيال ميديا على المحلات اللي لازم نعليها فيها. نحن اللبنانية منوطيها. مع إنه أنت كنت كمان تتهمي بأنه إنه كل ما تفل بنت من قرب تنحل تحط الحق باتريسيا. هي الفللتها. العالم بيحكوا هن يلي بتفل. لا ولا وحدة إلا وحدة أبداً not to compare. الحلوين ولا وحدة قايلة هيك. الحلوين والسكسي والمهضومين ولا وحدة قايلة. مين هي الوحدة اللي قالت هيك؟ اللي ما خصها بشي خصه بالجمال. ما بدي أقول اسمها. بمين بتجمعك صداقة بعد من هالجماعة القربة الحال؟ طارق تميم؟ كلهم فرح بيطار؟ كلهم. بعدك بتحكي انت وياه؟ مين بعد فيه؟ كلهم مين ما بدك سمي. مين ما كلهم اصحاب انا وياهم. هلا ابريك. ايه حبيبه قلبي هلا. بعدك اصحاب انت وياه؟ هلا روح بروح والله. ايه تك 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 بنضلنا نتكتك سوا كل الجقجقات انا وهلا. باتريسيا داغر يمكن احلى شيء بالدنيا كان لما قالوا لي بدي اعمل فيديو بحلقه تكريميه لإلك. انا كتير بحبك وانت وبتعرفي اكيد انه منك صديقه عاديه، انت اختي، انت يمكن صديقه عمر صرنا مع بعض. باتريسيا حاب يخبر لكل الناس يلي عم يحضرونا انه مستحيل 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 باتريسيا تكون تمرق بحياة حدا او تفوت على حياة حدا الا ما تترك بصمة ما حدا معقول ينساها. باتريسيا يمكن اكتر انسانة مؤمنة محبة، بتحب العالم، صادقة، بتحب مصلحة غيرها. باتريسيا على فكرة مبدعة، يعني اي شيء بتفوت فيه باتريسيا داغر بتقدر تعمل فيه ابداع. باتريسيا أبدعت بالتمثيل، أبدعت بالكتابة، بتقديم البرامج، أبدعت كأم، أبدعت كأخت، أبدعت بكل شيء. حتى لما عملت باجاما كانت كتير يونيك ومبدعة. باتريسيا أنا بتمنى لك الصحة والخير والعمر الطويل ويخلي لك ولادك، وأنا كتير بحبك حبيبة قلبي. هلا تحية لهلا ابريك. ايه حبيبي. لا ثانك يو على هالفيديو عن جد. يعني مثل ما قالت انه ما صدقت انه ايه بدي اعمل لها الفيديو لباتريسيا. كتاباتك كان عندك شريب التقسيط وكان عندك مفروم فيكي سوري مفروم فيكي. ما هو اثنيناتهم باتي هن نفس الكونسبت. هو نفس الفكرة. واثنيناتهم كان معك طلال الجردي لأنه نفس الشيء. ليه اختيار عطولة طلال الجردي؟ هو أنا ما خصني بالاختيار. مين؟ إلي يعني إخراج وإنتاج. ما عندك رأي أنت مين بتحب يلعب الدور مقابلك أو مين يلعب الدور يلي أنت كتبتيه؟ أنت كنت عم تكتبي لطلال الجردي أو لا أو أنا كان بدهم كوبي عن شريب التقسيط and the copy was وائل جوزة. هلا كانت الفكرة انه اكيد اول واحد لازم تحكي معه هو اللي كان معك، عرفت؟ بالبرنامج. وديجا انا كان عندي شيء كوميك قبل عم بحضر بيلوت لإله، حكيت 2 تانيين ما حبيت الرياكشن تبعهم على غير ما خصوا بمفروم فيكي. ما حبيت انه انتاج ضعيف، انا ما بشتغل يعني بدهم صار هول الانتاجات اللي
اللي على كل حلقه رح كب لك $5,000. انا وين بدي اجيب لك جديد؟ المنتجين هلا عم بيحرقونا، عم بيحرقوا لا بس انا المنتجين وقت الصغار. اتصلت فيهم لهول الشخصيتين اللي انا بحب اشتغل معهم كوميدي، كان عندهم تعليق على الانتاج. وقتها اجى مفروم فيكي ما فكرت بحدا اصلا، لان كنت متصله بشخصين كوميديان لشي تاني ودغري صفقوني قصه الانتاج. هون بمفروم فيكي انا ما كان ببالي الا طلال اكيد، بس بالنهايه مش انا اللي بتصل يعني الي يعني. طيب هلا حاطه انت هيك عده مسلسلات بالجرور صح؟ ايه مش كتير كوميدي. ايه لمين مثلا الكوميدي مين حابه يلعب لك دور الكوميدي؟ ما بهمني. انت مين بتحسيه بيلبق لهالدور؟ ما فيك تقولي لسامر مثلا هلا بلعب لهيدا الدور انا بخرج. هقول لك انا اللي جديد كاتبته لطارق تمام الجديد، اوكي اخر واحد. بس اللي قبل في انه في يكون طلال، في يكون شو اسمه وسام صباغ بتعيد التجربه معه. وسام كتير معدوم. ايه انه بيلبق لهالدور. بيلبق. ايه وسام بيلبق. غير اليمتري بيلبق كلهم. لا عندهم الشباب معدومين. هلا انا وإلي يمكن الايدج ما بيناسب، يمكن اصغر مني إلي. اكتب شيء هيك مهضوم حدا هلا انا بعمري ما بقى لي جديد اكتب يعني انا اذا كاتبه كوميدي مش لأنا مثلهم. نرجع شو معقول نرجع نشوف فيك على التلفزيون؟ ما بحس. السوشيال ميديا لانه ما عم نشوفك على السوشيال ميديا. بلا عندي صفحتي. ايه لا بنشوفك على صفحتك بتنزلي هيك بطريقه مستحيه كم فيديو، بس انه هول السكتشات المهضومه التعليقات يعني كيف الفيديو اللي نزلتيه بالاخر كتريهم حلوين. مش ما عندي وقت. انا انسانه بوعى الساعه 5:45 بنام الساعه 2 الصبح. طيب نامي 2:30 وبكل هالاوقات وحياة الله بكل هالاوقات بشرب قهوتي انا وعم بشتغل. عم بقول لك بجلي انا وعم بحكي. انا هيك بنظف ايدي من الطبخه كرمال ابعت لزبوني كذا كذا كذا. عارف هيك مثلا عم بقلي البطاطا لا لازم يجي الدليفري ياخذ مدري شو. هيك عايشه كل حياتي هيك. طيب خلينا نحكي هيك نفوت شوي بشغله انه مثل ما حضرتك كثير حسيتها رسميه. مثل ما حضرتك ست باتريسيا مثل ما باتريسيا جوزت منتج ومخرج بذات الوقت. في كتير بالدومين كمان جوزوا منتجين بس مش مخرجين. مثل النجمة ماجي بوغصن جوزت مدير صاحب الانتاج تبع ايجل فيلم ونجمت. شو كان ناقص باتي مع جوزها المنتج؟ شو كان ناقصها تتنجم؟ ليه انا بالمطرح اللي انا فيه نجمت. على ايامي انا نجمت. ما كان في MBC بوقتها، كان في المحطات. انا امشي على الطريق ما شيل العالم عني بوقتها. ايه بس ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في مهرجانات مدري ايش ومدري شو. وانا مني من النوع الشو اوف ابدا. هلا مثلا كان فيني اطرق احلى فستان وروح اتصور احلى صور واعرضهم وادفع مصاري حطوا لي اياهم. هي اللي عم بيصير بالوسط هلا انه بيصير. ايه بس مش يعني انه ماجي انه انا بقول مش انه نجمت لانه جوزها منتج. هي نجمته. يمكن لو ما من ماجي هو ما بيسوى شيء وانتاجه فاشل. مين بيعرف ليش بتكبوا على طول انه بيقولوا جوزت منتج والمنتج عليها؟ يمكن هي علته. ليه؟ لا انتبه هي صحتين على قلبها. لا مش صحتين على قلبه، صحتين على قلبه. هو جوز ماجي بغصن اللي هي عندها وعملت له شركة الانتاج. مين بيقول لكم لا؟ عطول هو عمل مصرياته اللي عمله. لا بس ما هي لو ما مثلا عم نفتح الموضوع. ماجي بغصن اي متى نجمت؟ خيي ايه لما كانت بمريانا نجمت؟ لا بس كان لما كانت تجوزت انسان قادر ودارته صح. الرجال بلا اداره صح ما بيمشي صح. لو ما هي دارته صح لا هي نجمت ولا هو نجم. مش بس هي نجمت. هي بتكون هي وين سيتويشن على الميلتين. ايه بس هي عطته كمان. ليش هو عطاها؟ هي عطته كتير. البنت ذكيه، المرأة ذكيه وحلوه ومهضومه وبتمثل حلو. صح اكيد. ما حدا قال لا. بس انه بوجود هالشركه الكبيره اللي هو عنده اياها هي نجمتها. انه خيي اكيد نحكي بالمنطق يعني مرته عم تشتغل معه. انا مثلا انا المشكله اللي فيي انه انا ليك انا وقت كنت صغيره بمنيعه في لبنان كان عندي قصه اني يكون سكسي صار مشكله.
كون حلوة، ما بحب كون حلوة، ما بحب كون سكسي. يمكن أنا مشان هيك ما فتت بهيدا الشيء. يعني صار عندي بليز ما بدي حدا يشوفني، ما بدي ألبس جينز ضيق، ما بدي ألبس طنورة قصيرة. صرت هيك، صرت خايفة من الجادجمنت تبع العالم من وراء اللي صار معي بمنيعة في لبنان. بمنيعة في لبنان أنا كيف ما أمشي تعقدت منها. كل الرجال بدهم ييني وأنا ما بدي رجال، أنا بدي أعيش بسلام. إيه صار صيتي ما بيسوى كل حياتي. أنا إنه طلعني بصدر مفتوح وهيك صدري برا وبتصور مع حلق وإنه أنا سكسي شفافة لبرا هيك ما بيعني لي. ما بحب، ما بدي يكون هيدي المرة. خلينا نشوف هالصورة أنا وياك. شو بحبه؟ مرقتي بفترة عملت جروب وصرتي عم سيلفر هير وبلشتي إنه كونوا على طبيعتكم، ما تصبغوا ما تعملوا. حتى أنت من العالم يلي مثل ما حكينا إنه ما بتعملي إبر ولا بوتوكس ولا شيء. هوب طف رجعت باتي بس 3 سنين 4 سنين بس شو حلوين بعقده. طب رجعي هيك يمكن اني تايم. ليه رجعتي بعد 3 سنين؟ ليه رجعتي؟ كان عندي مفهوم فيكي وهي ليه ما طلعتي بهاللوك؟ مع قمر يا ريت انا قصة اصبغهم عصبت كتير. ما كنت مبسوطة انه بدي اصبغهم سوري، ما كنت ابدا مبسوطة. بس هي قمر she's the kind of اشرفيات وسوفيستيكيتد وجوجوجو وكل النهار بوزي ودفيق. ما بتشبه باتريسيا ابدا بشخصيتها. مش خوفا، مش هيك فجأة خفت شيء من العمر؟ ابدا بالعكس ما كنت مبينة كبيرة، ما كنت مبينة كبيرة بشعري ابيض. بس امي شافتني كبيرة، انا ما كنت شايفة حالي كبيرة. انا كثير بحب السيلفر هير كثير. بدنا نفوت ب your own business، شغلك الخاص يلي خلقتيه من عازة من حاجة. قديش عن جد قديش الفنان بحاجة يكون في شغل تاني عم بيسندوا مع التمثيل او مع الكتابة او مع الفن؟ انا لا، مسرح وتلفزيون وهيك كانوا مكفيني قبل الازمة. ما كنت بحاجة لمصاري ولا شيء، ولا حاجة المصاري اللي خلتني اعمل باجاما. انا من النوع وركهوليك، يعني انا بحب الشغل. لما اجت ازمة 2019 قعدت شي سنة بلا شغل، متت انا بلا شغل لا ما فيني. وكانت الفكرة على طول أنا بيتي يضله مفتوح وعندي عالم فاتي وظاهرة وكذا. أنا ما بطيق ألبس تياب، أنا بحب ضلني لابسة البيجاما. صار مين ما بده يجي بدي روح اتضبضب وحط السوتيان والبس جاكيت لحتى انه استقبلهم بطريقه لايقه. صرت اقول انه يا ريت في هيدي، كنت اقولها قبل، يا ريت في هيك شي كايند اوف بيجاما مع باد بس تكون كول شكلها، مش انه شكلها هيدول الصغار وهيك، لا شكلها كول انه بيجاما مثل التياب بس بيجاما، راحتها بيجاما شكلها تياب وتكون مضبط بلا اقدر مين ما اجى لا اطلع استقبله اطلع افتحه. ايه سو بال 2019 قلت انه صارت 2020 وما معي ولا ليره، كنا نشحت مصرياتنا $200 علقوا مصرياتك بالبنك؟ ايه مش حزانين بس انه علقوا، وكان فيني انه بدل ما اتدين لاعمل باجاما كان فيني اخذ منهم واعمل اكبر. بس انا بتدين وعم ندهنه ثقيله، يعني كل سيزون بعملها اول ما اخلص خياطه بصير ان شاء الله ما انقطع ان شاء الله ما. قالوا نيكول اذا معك مصاري ليك حبيبي انا يمكن عوز، هلا ما تبعتي بس يمكن عوز. انت عم بتصنعيهم بلبنان؟ ايه بس كل ما بدي اعمل سيزون يعني بس خلص خياطه بكون منتوفه. عرفت؟ هلا ما في شهر زمان برجع بريش لانه دغري بيعتين 3 كبار بيرجعوا بيخلوني معي كاش بجيبتي، بس انا كل الكاش تبعي كبوا بباجاما كله. المهم تلفنت لصاحباتي البنات خبرتهم about the idea، كلهم قالوا لي ايه جو فور ات، ايه جو فور ات. تدينت $1000 وعملتها. من $1000 بلشت مشروعي. ايه وهلا اسم الله ايه هلا عندي شي 2500 زبونه يعني اخذين باجاما، وكل ما ينزل الكتالوج لا لانه كرياتيف 3 4 5 6 اللي حاطه بوستات بتقلي اللي منه مجرب باجاما ما بيعرف عن شو عم نحكي. هيك الزبونات هيك بحبوها. هلا اكيد بضل في ديسكريبنسيز واخطاء وكل شيء لانه صناعه وطنيه بالنهايه، بس انا كتير بعمل فولو اب. انا من الناس اللي بجيب ناس يراقبوا لي القطعه. حلو
ايه واللي ما لحقوا يعملون انا براقبهم. انت بتخيطيهم تقعد على المكنه؟ لا يا ريت يا عم ريت يا ريت على القليله ما أحسن. براقب، اذا انا قاعده على المكنه ما براقب لان بعرف حالي شو عم طلع. باتريسيا في عندي سؤال موحد انا بسأله لكل ضيوفي بتجاوبيني بايه او لا منهم. ايه باتريسيا داغر، بتخافي من الموت؟ لا بتخافي من الوحده؟ لا بتخافي من العجز الجسدي؟ ايه بتخافي من حالك؟ لا بتخافي من الوضع بلبنان؟ لا ما في شيء بخوفك غير العجز الجسدي. إيه. قد ايه بشع؟ ما بحب اعوز حدا. حتى اولادي اكيد خاصة أولادي. خاصة أولادي. ما بحب. شو بدي اقول لك، حلقة عن جد كثير سريعة قطعت يا ريت فينا نكفي بعد. عن جد شو في قصص شو انتيم وينو بتخلينا نكفي او خلص؟ في قصص كثير انتيم. في كثير اشياء يعني هيك مرقنا عليهم سريعا، كنت حابب اتعمق فيهم اكثر. نرجع كنت نعمل حلقة ثانية أنا وياكي. أنا بدي أتشكرك عن جد بتعقدي، مرقنا بطفولتك، مرقنا بالفن تبعك، مرقنا بالبزنس تبعك. حلوة الحلقة، بحب أنا بتعقدي. هيك قريبة للقلب. بشكركم لكم كثير. ثانك يو باتريسيا. وراك في جفت صغير إذا بتتناوليه. أنا بدي أبرم. هي الكيس الأبيض يلي هو من لارس كيتشن. لازم يبين قد إيه عمري. هو فانيلا اكستراكت، بتجيب فريش فانيلا من برا وبتصنعهم بلبنان. في عندها عدة فليفرز، على تشوكلت اكستراكت، فانيلا. فيك تعمليها فولو. يعني كيف انت بلشتي من شو من الدهن سقيله؟ شو الجمله؟ من دهنه سقيله. هي كمان ريحتهم بتعقد. فريش فانيلا. ايه لارس كيتشن. اوكي بعملها فولو اكيد. ومن فريق اعداد فان زون، هيدا تروفي تقديرا اول شيء لوجودك معنا. ميرسي كثير. تكريم لكل مسيرتك الفنيه، الكوميديه، الدراميه، الكتابه. لانه نحن بنفتخر بانسانه مثلك من لبنان، من وطننا. عن جد عندها هيدا فوتت البسمه على قلوبنا، فوتت البسمه على بيوتنا. حبيبي عن ميرسي جد كثير. لا كثير شيء خجلتوني اليوم. واو ميرسي سامر. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو باتريسيا. كثير حلو. بشوفكم الجمعة الجاية بحلقة جديدة.